مبروك للأهلي ملك الصلاة، هزمنا الزمالك 3-0. أدب بس مش أخلاق، لأن ما عندهمش أخلاق. 3-0 للأهلي، قطمنا بيها صباع الزمالك لعبة. 3-0 للأهلي، كسرنا بيها تحيز اتحاد الكرة الطائرة. 3-0 للأهلي عشان كل واحد يقعد في مكانه الطبيعي. 3-0 للأهلي عشان الدنيا كلها تعرف إن نادينا هو نادي المبادئ، هو نادي الأخلاق، هو نادي اللعب النظيف، والأهلي فوق الجميع. عشان تكسب الزمالك يا جماعة في الكرة الطائرة اوعى تخليه يقرب، لأن لما هيقرب الحكام هيدوله الماتش زي ما عملوا الماتش اللي فات. فكانوا واخدين تعليمات الولاد ما تخلوهوش يقرب، أقل فرق 4-5 نقط. 3-0 نقلت صباع مصطفى لعبة كابتن الزمالك من مكانه لمكان تاني. يا رب يتعالج من المشكلة قبل ما الموضوع يتفاقم. احنا كنا كده وبقينا كده، ليه كده؟ هو ايه اللي كده وكده؟ ايه في نعم، في ايه يعني؟ نروح من دي لواحد من أقوى الأدلة اللي هتعيد ماتش الأهلي والزمالك بحكام أجانب، سواء بقرار اللجنة الأولمبية أو بقرار المحكمة الدولية الكاس، لو اللجنة الأولمبية طلعت فاسدة زي بقية الجهات الرياضية في مصر. أولا أبدأ مع اللي قال امبارح إن وزارة الرياضة ملهاش علاقة بأزمة الأهلي والزمالك، وبعد كده قال إنه هو اتصل بالمسؤولين في السعودية عشان يبعتوا حكم دولي سعودي. منين مالكش دعوة؟ والوزارة ملهاش دور؟ ومنين اتصلت وجبت حكم سعودي؟ وبعد ده كله قال إن الأهلي هو المسؤول، بيدي حكم في القضية اللي لسه بتبحث. قال لك الأهلي هو المسؤول ولسه الموضوع أمام القضاء، أمام اللجنة. لا يمكن إنسان يعمل كده على الإطلاق. امبارح اعترف على الهوا مع أحمد شوبير إنه اتصل بمسؤول الرياضة السعودية لاستخدام طاقم حكام سعودي، وإن السعودية أرسلت بالفعل الطاقم ظهر يوم السبت، وإن الطاقم وصل بالفعل إلى القاهرة لكن الوقت ما سمحش وعشان كده المباراة اتلغت. الوزير قال بالحرف الواحد إن الطاقم وصل بس متأخر. أنا دلوقتي بقدم لكم بقدم هدية لمجلس إدارة النادي الأهلي، هدية تقدموها في ضمن ملف مستنداتكم للجنة الأولمبية وللمحكمة الدولية الكاس لو احتاجنا. طبعا كلكم شفتوا الصورة اللي منشورة دلوقتي مالية الإنترنت. شريف عبد العزيز مندوب اتحاد كرة القدم في مطار القاهرة، مندوب رسمي من اتحاد كرة القدم المصري، بيستقبل طاقم الحكام السعودي في مطار القاهرة وبيخلص لهم الإجراءات وبياخدهم. الجديد بقى الحكم السعودي محمد الهويش اللي حضر إلى القاهرة لإدارة المباراة اتكلم مع أصدقائه النهاردة، والكلام ده جالي بالحرف الواحد. قال لهم أنا وصلت القاهرة قبل ميعاد المباراة ب40 دقيقة، 40 دقيقة، وإن كان في استقباله في المطار مندوب من اتحاد كرة القدم المصري، يقصد شريف عبد العزيز. الهويش قال كنا عارفين إن الماتش هيبدأ 9:30، وصلنا الساعة 9:10، كنا مع مندوب اتحاد الكرة المصري الساعة 9:10، فاضل على الماتش 40 دقيقة. المسافة بين مطار القاهرة واستاد القاهرة ما بين 15 دقيقة و20 دقيقة. يعني الهويش متوقع ان يوصل الملعب الساعة 9:10 في أسوأ الحالات. هيبقى عنده 20 دقيقة عشان يعمل عمليات الإحماء ليه ولزملائه السعوديين، ويبدأ المباراة في ميعادها المقرر 9:30. الهويش قال كنا جاهزين بدنيا تماما لهذا الأمر، لكن المفاجأة إن شريف عبد العزيز مندوب اتحاد الكرة خدهم بالسيارة إلى فندق شيراتون هليوبلس. الماتش في استاد القاهرة واخدهم للفندق. واخدنا فين؟ قال لهم لا معلش أصل الماتش اتأجل ساعتين. مندوب اتحاد الكرة أبلغ الحكم السعودي إن الماتش اتأجل ساعتين وهيبدأ 11:30. اطمنوا وارتاحوا وانبسطوا وراحوا على الفندق وخدوا الغرف بتاعتهم وطلعوا الغرف، وهم في الغرف
عرفوا ان الماتش اتلغى، شافوا ان الماتش اتلغى. مفاجأة رهيبة رهيبة رهيبة. استفسروا ايه اللي حصل، قالوا لهم معلش الماتش اتلغى. السعوديون بعد ما شافوا اول حدث من نوعه في التاريخ وما عادش فيه ماتش، جالهم دعوة من وزارة الرياضة ان يتناولوا السحور وبيتوا في الفندق ومشوا الى بلدهم. هنا مجلس إدارة النادي الأهلي عنده 4 أدلة، 4 أدلة جديدة لانك. أول دليل صورة شريف عبد العزيز مندوب اتحاد كرة القدم وهو بيستقبل الحكام السعوديين في المطار، موجودة على الإنترنت. وجود مندوب لاتحاد الكرة يعني ان اتحاد الكرة على علم بوصول طاقم حكام سعودي. عارف ان جاي طاقم حكام سعودي، بعت لي طاقم مصري. عارف ان جاي وبعت مندوب ليك يستقبله، بعت لي طاقم مصري. وصممت عليه، وصممت ان الماتش يتلغى. ليه؟ الحمد لله مندوب اتحاد الكرة بيؤكد للعالم كله ان اتحاد الكرة عنده علم، بس اتحاد الكرة تعمد ان مندوبه يمارس الممارسة الخطأ وياخدهم الى شيراتون هليوبلس الفندق بدل ما ياخدهم الى استاد القاهرة. دليل غير طبيعي لهذا الامر. رقم 2، اعترافات الحكم السعودي محمد الهويش. اعترافات واضحة. امتى وصل؟ كانت توقعاته ايه اللي قاله له مندوب اتحاد كرة القدم. رقم 2، مسألة واضحة زي الشمس. ثالث حاجة، وزارة الرياضة التي تكفلت لوحدها بنفقات حضور الحكام السعوديين وإقامتهم في الفندق، وبدل المباراة خد بالك الحكام دول كأنهم لعبوا الماتش، قبضوا فلوس الماتش. ما فلوس مصر كتير يا حبايب. الحمد لله الأهلي معاه كل الأدلة، الأهلي معاه كل الأدلة وإيه رسميا، ما بين أوراق وما بين صور وما بين اعترافات وما بين كل حاجة، وهم اللي عطونا الأدلة. احنا ما عندناش، الأهلي ما نزلوش من السماء أدلة، لا احنا خدناها منهم ومقدمينها للجنة الأولمبية. عشان كده موقف الأهلي في اللجنة الأولمبية في منتهى القوة. بكرة إن شاء الله الساعة 9:30 الأهلي بالفريق الثاني والشباب وبالمدرب العام سامي قمصان وليس بالمدير الفني السويسري مارسيل كولر بيواجه فريق إنبي في استاد القاهرة في كأس الرابطة 9:30 مساء. مباراة رغم ان هي رسمية لكن واقعيا بالنسبة لنا احنا ودية.